سمير، ايه رأيك في كولر؟ كولر بالنسبة لي الفيلسوف ذكي وعنده خبرة. ذكي وعنده خبرة ازاي؟ عرف يطلع افضل ما عند اللعيبة. ايه هو الافضل ما عند اللعيبة؟ تعال اقول لك، غير اللعيبة من ايه وبقوا ايه. حسين الشحات، اول ما بدأ حسين الشحات في النادي الاهلي كنا جايبينه من العين وكان كويس ومية مية. بدأ مستواه يقل، حتى احنا شفنا مستواه مع موسوماني كان في الارض. لما كولر جه غير مستوى حسين الشحات من الاسوأ الى الافضل. وحسين الشحات كنا بنقول عليه وحش. بيرس تاو كان كتير اصاباته كان كتير قوي، وكنا بنقول عليه مش هينفع مع النادي الاهلي. خلاص اتركن وما عادش بيلعب. لما كولر جه لعب بيرس تاو وطلع افضل ما عند بيرس تاو. بيرس تاو ادى وبقى كويس وبقى 100 100. حمدي فتحي كنا بنقول عليه في خط نص الملعب ان هو بيقطع كوره وبيطلع كوره وبيباص كوره وخلاص. اهم حاجه عندنا ان هو يقطع كوره ويطلعها. لما كولر جه غير حمدي فتحي 360 درجه. حمدي فتحي دلوقتي بقى في نص الملعب بيهاجم مع اللعيبه وبيقطع كور وبيوزع كور كويس جدا. محمد هاني اللي قلنا عليه خلاص ما عادش هينفع يلعب باك يمين للنادي الاهلي لان مستواه كل فتره بيقل. ولما جه اكرم توفيق ولعب مكانه قلنا خلاص محمد هاني ده انتهى، خلاص مش هيلعب للنادي الاهلي تاني. لما اصابه اكرم توفيق ومحمد هاني رجع وجه كولر ولعبه. تعال اتفرج دلوقتي على محمد هاني من افضل مستوياته وبقدم مستويات ولا اروع ولا اجمل مع كولر. كهربا لما رجع قلنا عليه ان هو انتهى كرويا بسبب الايقاف اللي اتعرض له. كلنا عارفين المشاكل اللي حصلت له. رجع كولر وظفه في مكانه الصح كمهاجم وطلع افضل ما عنده. بعد كده كهربا كل ماتش ياسيست يا هدف. وعايزين يحكموا على كولر من بطولة افريقيا. كولر جايب لك 3 بطولات وبينافس على البطولة الرابعة ومتصدر الدوري المصري، ويطلع يقول لك كولر مش كويس. كولر هيبقى كويس لما يجيب لنا بطولة افريقيا. على كده موسيماني اللي انهك اللعيبة واللي كان بيلعب بتشكيل ثابت هو وما كانش يبقى طور من اللعيبة، يبقى من كوكب تاني اللي جاب لنا 2 بطولة افريقيا ولعب السنة الثالثة على التوالي نهائي. يبقى كده موسيماني من حتة تانية. مفيش حد هيقدر يعمل اللي موسيماني عمله. لا، تعال اتفرج على كولر مع النادي الاهلي عمل ايه مع النادي الاهلي. كفايه ان هو طور اللعيبه، ده رقم واحد. رقم اتنين، النادي الاهلي مع كولر من افضل دفاع في الدوري المصري ومن افضل هجوم في الدوري المصري. كفايه ان كل ماتش يجيب لك جونين او 3. تعال بص كميه الفرق اللي خدت من النادي الاهلي 3 و2 قد ايه في الدوري المصري. كولر محافظ على شباكه نظيفه كذا مباراه. كولر ما اتغلبش ولا مباراه محليه مع النادي الاهلي، وبعد ده كله يطلع يحكم عليه من بطوله افريقيا. ممكن يقدم لك مستوى عالي في نهائي افريقيا ويجيب لك اهداف واحنا نتمتع واحنا بنتفرج على النهائي وما ياخدش البطوله. وده وارد في كره القدم، انت تقدم مستوى حلو في النهائي وما تفوزش بالنهائي. مش يبقى كده كولر وحش او المدرب اللي هياخد افريقيا يبقى حلو. لا، ممكن تيجي معاه حظ وياخد افريقيا عادي. ما تحكمش على اي مدرب من افريقيا. وبعد ده كله اللي كولر عمله مع النادي الاهلي وكميه الانجازات والبطولات اللي هو عملها مع النادي الاهلي في فتره قصيره، وناس تطلع تقول لك كولر مش هينفع النادي الاهلي لما ياخد افريقيا. يا راجل حرام عليك. يلا سلام.